مساء الخير حبايبي الحلوين، والنهاردة هنكمل كلامنا عن حلقتنا تجميد البويضات. والسؤال هنا، هل كل الستات تنفع تجمد أجنة؟ لا، مش كلهم. في ستات مش بيقدروا يخرجوا عدد كافي من البويضات، وده بيرجع لمخزون المبيض عند كل ست. وكمان الستات اللي عندهم فرط تنشيط لازم تجمد، علشان مش هينفع تنقل في نفس الشهر. ليه بقى؟ علشان أعراض فرط التنشيط بتسبب إيه؟ بتسبب ترجيع، والبطن بتكبر وبتكون مليانة مية، وحجم المبيض بيبقى كبير، وده بيرجع لاستجابة المبيض للمنشطات. وكمان الستات اللي عندهم لحمية والتصاقات، وده معناه إن بطانة الرحم مش جاهزة لاستقبال الأجنة. طب تعالي بقى أقولك إيه هي مميزات التجميد. انت تقدري من خلال التجميد تحددي نوع الجنين، ولا قدر الله يا بنتي في حالة عدم نجاح الحمل لأي ظروف، الزوجين مش مضطرين يمروا بعبء نفسي ولا عبء مادي، لكن بكل سهولة من خلال الأجنة المجمدة نقدر ننقلها للست. وربنا سبحانه وتعالى قادر يفرحكم كلكم يا حبايبي. وفي الختام يا رب تكونوا بسلام. يلا هنتظر رسايلكم واستفساراتكم على صفحة البرنامج، وانا هرد عليكم على طول. واستنوني في حلقة جديدة من برنامجكم الداية.